فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى خامس مواعيد الليغا البطوله الاسبانيه، ومن ملعب سيراميكا في فيا ريال يستضيف ليفانتي حامل اللقب ريال مدريد. ليفانتي مشاهدينا الكرام حاليا يحتل المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فيما يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات. حكم المباراة من 3 مباريات، حكم المباراة خوزيما. تشكيلة فريق الأرض ولو أنوير فيزو في وسط الميدان، مارسا أخذ مكان رادويا، وطبعا في الهجوم إلى جانب خوزي لوي موراليس روجر مارتي في مكان ميليرو. هذه هي الخمس الهجومي، روجر مارتي والكابتن خوزي لويس موراليس الملقب بالكوماندانتي باختيارات مودارينجي. هذه هي القراءات التكتيكية والنظرية سنمر الآن لمتابعتها بالنسبة لفريق فيرلو مندي ليحضر بكرة الفالفيردي، والتسويب من فيدريكو فالفيردي الأوروغوياني اللي يلعب أساسية والزرقاء. وهذه كرة سريعة وفيها خطورة، ويضيع الكرة خوزي لويس موراليس كابتن فريق ليفانتي المتعود على الشباك المدريدية الموسم الماضي. وخطورة في هذه الكرة وإمكانية فيكشيفيتش أن يوزع قاتلة في شكل توزيعة، في الحقيقة كانت تصويبة. فيكشيفيتش أمامنا بقميص رقم 17، كانت نارية هذه الهجمة الخطيرة الإسباني الموسم الماضي. السيليساو البرازيلي لوكا مودريتش، الخطورة الملكية والتوزيع من ماركو اسانسيو وضربة مرمى. منظومة ملكية سريعة وقوية، مرت بردا وسلاما على دفاع ليفانتي. شوف الكرة تدور مليح من جانب ليفانتي، تعدي سريع. شوف الضغط من لاعبي الريال، حكم ياتي مخالفة باحتجاج واضح من كاسيميرو. لسه يحاول الاختراق وبعيد الكرة لفيرلو مندي. اخر انتصار لليفانتي، فالفيردي بكرة والركنية، الركنية لريال مدريد في ربع ساعة لعب منذ بداية المباراة. الحركية لليفانتي الفريق الأول بعد إقالة إخوان رامون مولس، وإمكانية التسويق. جول! روعة يا ريال، روعة يا ريال، روعة يا ريال. فينيسيوس جونيور يعطي الابتسامة للجماهير الملكية في هذه الأوقات الكروية. كرة على الطريقة البرازيلية، على طريقة زيكو، على طريقة سقراط، على طريقة النجوم الكبار. هذا الحكم انتصر 3 مرات ضد كل من في ميدان من هذا الفريق في غير هذا الزمان بهدف الكابتن خوزي لويس موراليس. بيرس كرة فريق ليفانتي، كرة ضاعت على انيس باردي المقدوني بقميص رقم 10. كرة لفينيسيوس مراقب من انيس باردي. سانسيو في التحضير، ناتشو متاخر نسبيا، والحارس ايرتار فرنانديز. ناتشو المدافع الايمن كلما التجا اليه فريق الريال الا وجد ناتشو ميدانه. الريال تذوق المراره. سيميرو وفينيسيوس جونيور. تيبو كورتوا الهدافين في الريال هذا الموسم بهدفين. وكرة بالراس، كرة بالراس تستتم بالقامة الايسر لتيبو كورتوا. وشوف معاكس فريق الريال فيدريكو فالفيردي، تصويب سهل، وتيري اونري ب3 اهداف، وكريم كذلك واكفقود. التدخل من فيرلو مندي، تماس يعود لفريق ليفانتي. الكابتن كاسيميرو، كرة كاسيميرو يوسع، وكريم بنزيما ضاعت عليه الفرصة. هذا هو كريم، سحب 4 ألقاب في دوري ابطال اوروبا الى جانب فران، رقم قياسي بين تسجيل. فينيسيوس
بهدفين يتقدم لإحريتش وحده ناتشو كاسيميرو في الحضور. اسينسيو يكسب المخالفة بعد تدخل قوي نسبيا من روبن فيزو وماركو اسينسيو. كرة غدارة مرت بسرعة أمام موراليس وروجر مارتي. هذه الكرة فاران يتابع بدون أي قدرة على إخراج هذه الكرة. كادت أن تنتهي الفترة الثانية بقرار حكم المباراة خوزي. مشكلة فريق ليفانتي يتابع هذا الهجوم والحكم ماذا يقول؟ هنالك طبعا كذلك حكم الفار غونزاليز فويرتيز يراقب كذلك الى جانب كل الاطار. يقظة دفاعية من فريق ليفانتي ومخالفة لمسة يد ضد تغيير وجهة اللعب ممتازة لناتشو لكن بعيدة الكرة ركنية لفريق ريال مدريد. ورايا وفيها جول غريبة وعجيبة. كرة برازيلية جاية من كوبا كابانا بعد لمسة إسبانية سحرية من ماركو اسينسيو. وريال مدريد يضيع فرصة مضاعفة انتاجها في هذا الشوط. كمودريتش والبقية كرة بالراس مرتبانية. كريم مرة أخرى يخطئ العنوان. واضحة العزيمة والجرينتا والروح الانتصارية عند كريم مرة أخرى يوسع. لا وألف لا، مش معقول وغير مقبول. فينيسيوس في هذا الشوط الثاني يضيع فرصتين حقيقيتين. هذا علاش قلت لكم كريم بنزيما إلا مضاعفة نتيجة بنوايا هجومية واضحة حتى يتمكن من إبعاد الخوف على مسير المباراة. محاولات مستمرة من جانب فريق ليفانتي. أنيس باردي والحارس كورتوا بونو تيبو دفاع الريال وخطيرة تصويبة غدارة لكن موراليس لم يتمكن من التسجيل. كابتن ساسي في المباراة الماضية أمام إشبيليا تصويب كامبانيا بعيد. ضربة مرمى للريال. كرة لراموس جول. لا ليست هنالك دفع من راموس يتفطن له مونتيرو المتر